يوم جديد وعرض جديد في مزرعة العيلة. المزرعة اللي معانا النهاردة مسجلة شهر عقاري وعلى بعد خطوات من طريق مصر اسكندرية الصحراوي. وكمان أول ما تخش هنا المدخل بتاع المزرعة الجميلة بتاعتك هتلاقي باركنج بيشيل لغاية 4 عربيات. وفي عندك استراحة الملك في الوش اللي هو دي الاستراحة بتاعت الملك. الاستراحة بتاعت الملك فيها غرفة وريسبشن وحمام ومطبخ. غير كده ان انت فوق الاستراحة في شواية. كمل معايا الفيديو عشان تشوف المزرعة. طبعا المزرعة مزرعة كلها جميع انواع الشجر والنخل. يعني في عندك مانجا، في عندك توت، في عندك ليمون، في عندك برتقال، في عندك استفندي. المزرعة كلها مزروعة بالكامل ومزرعة نموذجية ومتشكلة كلها تشكيلة أشجار ممتازة. طبعا ده ممشى يمينك وشمالك كله نخل. طبعا المزرعة مرسومة بمعنى الكلمة، يعني هتلاقي ان اللي نظم المزرعة او اللي عامل المزرعة ده مهندس مش بني ادم طبيعي، لان هو منظمها تنظيم ممتاز. في برضو عندك هنا كده غرفة للحارس، وفي برضو بيت للكلب، ده البيت بتاع الكلب، ودي غرفة الحارس، ودي مزرعتك الجميلة. تعالى بقى نخش على الميزة الحلوة برضو اللي في المزرعة. احنا عندنا اكتر من ميزة طبعا، بس الميزة الموجودة ان احنا عندنا مكان لتربية المواشي. تربية المواشي بقى معنى ايه؟ معنى ان احنا عندنا عنبرين 2 ممكن نربي فيهم اللي احنا عايزينه. ده خزان مية تحت الارض. ده حوض خارجي لو انت طالع بقى من العنبر وعايز تغسل ايدك كده. ده هنا كده باب مخزن بقى لتخزين المعدات الزراعية بتاعتك الجميلة. وهنا كده مكان ممكن بقى تحط هنا عجلين 3 4 براحتك. ودي غرف برضو عنابر. دي غرف عنابر، ودي كمان غرفة. وهنا كمان هو عامل مكان لاسطبل الخيل، يعني مش اسطبل خيل، هو عامل بوكس واحد للخيل عموما اللي هو على قد ايه حصان واحد. انت عايز تكبر بقى او تعمل اسطبل خيل مفيش اي مشكلة. المكان معاك مميز، موقع ممتاز، خطوات من طريق مصر اسكندرية الصحراوي، مسجل تسجيل شهر عقاري. مزرعة الصراحة مفيش أروع من كده. ليه؟ أنت عندك المزرعة على بعد 500 متر من الصحراوي، مسجلة شهر عقاري، فيها استراحة للمالك، استراحة للعامل، أكتر من بيت للكلب، عندك عنابر لتربية المواشي. كل الاحتياجات بتاعتك موجودة في المزرعة دي. كمان عندك أشجار فاكهة متنوعة، منها المانجا، منها التوت، منها الجوافة، منها تين البرشومي، منها أنواع كتير مزروعة في المزرعة. طبعا برضو ايه الاستراحة بتاعت الملك هنا عندنا متشطبة وجاهزة على السكن. والاستراحة زي ما قلنا، الاستراحة عندك فيها غرفة، حمام، مطبخ، ريسبشن، يعني حاجة في منتهى الجمال. وموقع مميز، قريب من زايد، قريب من اكتوبر، قريب من كل الخدمات. هنا برضو عندك في السطح هنا في عندك بار، الشواية، قعدتك جميلة هنا كده. ده خزان مية للبيت. تعالى بقى بص معايا على الفيو ده هو اللي هيخليك بقى يا صديقي تشتري المزرعة دي. مزرعتنا طبعا عليها سور من ال4 اتجاهات، وفوق السور ده فيه كمان سور حديد. مزرعتنا متكلفة طبعا بقى. المساحة الإجمالية بتاعت المزرعة بتاعتنا 3000 متر. 3000 متر بقى ايه، مزرعة ملمومة، مزرعة صغيرة تعرف تعمل فيها اللي انت عايزه. عايز تغير النشاط، تعمل مشروع حيواني بقى إيه. اي مشروع انت عايزه وبتحلم بيه، انت كده كده الموقع هو اللي بيميزك وبيميز مشروعك. لان زي ما قلت لك انت على بعد 500 متر من الصحراوي، وكمان مسجلة شهر عقاري. مفيش احلى من كده. قلنا ان دي الشوايه وده البار وده خزان الميه ودي قعدتك الجميله الحلوه دي. وعندك سور من ال4 اتجاهات، 500 متر من الصحراوي، شهر عقاري، وعندك الميه والكهرباء. وتخش برضو من على الصحراوي مدخل خاص ليك من على الصحراوي مباشر. يعني انت في كومباوند مش في مزرعه كده ايه مفتوحه. كده نكون وصلنا لنهايه العرض بتاعنا. متنسوش تعملوا لنا متابعه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل عرض جديد.
وما تنسوش احنا سفنكس للتسويق العقاري وانا ادريس، والسلام عليكم.